السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنخش بقى على نقطة تانية اسمها ايه؟ عوامل الوقوع الموضوعية. بالخطأ اللي هي العوامل الموضوعية بقى. خلاص، يبقى اللي تمام. فاتت دي كان اسمها العوامل الذاتية، دي بقى اسمها العوامل الموضوعية. تمام. الأول عامل اسمه ايه؟ عدم الدقة في استخدام اللغة. حلو قوي. اللغة بتاعتنا يا نيفين فيها شوية كعبلة. ازاي يعني؟ يعني ممكن مم. كلمة تحمل أكثر من معنى، فأنا ممكن أقول كلمة بالمعنى اللي في دماغي واللي قدامي يفهمها بمعنى تاني خالص، فنيجي ماسكين في خناق بعض. يبقى صح. هي نفس الكلمة بس هو تمام. فاهمها فاهمها ازاي بمعنى ايه؟ آخر. الله يفتح عليك. يبقى انا عندي اهوت. اللغه هي اداه الانسان للتعبير عن تفكيره، طبعا يبقى احنا بنعبر عن افكارنا باللغه. تمام. فهناك تمام. الفاظ لها اكثر من معنى. مثلا كلمه جبن يا نيفين، كلمه جبن ايه معناها مثلا؟ يعني بتدل على الجبنة، واللي الجبنه هو خايف. ايوه، يبقى معناها اكل اللي هو الجبنه، ومعناها خوف، صح؟ طب لو قلنا صح. مثلا نفتح بس الشاشه اهو. لو قلنا مثلا كلمه عين مثلا، كلمه عين، قلت عين وسكت، ايه معانيها مثلا؟ هل لها معنى واحد ولا معاني كتيره؟ لا صراحة، معنى واحد. معنى واحد كلمة عين. طب ايه هو المعنى الواحد؟ عين، هي عيني. اللي هو العضو يعني. أيوه. ده اه. يعني طيب يعني العين تمشي عضو، صح؟ ادي عضو اهو. طب ما تمام. تمشيش حسد؟ يقول لك ده انا اخدت عين. اه ماشي. وانما حتى قال العين حق، حاجة زي كده، صح؟ أعتقد. تمام. والعين دي ما تمشيش مثلا مية، بئر مية. مش في حاجة اسمها أيوه العيون برضه والآبار يا صح. نيفين؟ العيون والآبار. أيوه طبعا. يبقى عين مية. اه صح يا احمد، عين موسى. احمد بيقول لي عين موسى، ايه عين موسى؟ ماشي. مثلا سمك. يعني أيوه صح. يعني تطلع مرض مثلا هو اسمه عين سمك. وممكن مثلا ايه تاني؟ عين صحيح. كلمة عين حرف، صح؟ اه، حرف العين. اه ايه تاني؟ فكري معايا كده. لا أصلا حضرتك كل اللي قلته ما خطرش على بالي غير بس العضو. ماشي. ممكن عين مكان، صح؟ مكان اسمه عين شمس مثلا، او عين الصيرة، او عين جالوت. أيوه صح، كل دول ممكن. ماشي. شفت بقى؟ وهكذا يعني ممكن. لو قلنا كلمة الساعة، اول ما اقول كلمة ساعة جت في دماغك ايه؟ الساعة اللي بنلبسها في ايدينا دي الحاجة الوحيدة. ما... ساعة يد. طيب ما تجيش في دماغك مثلا يوم القيامة اه اه صح. ويسألونك عن الساعة؟ ها؟ اه. ماشي. ما تجيش مثلا في دماغنا مكان، هنا في مكان في كرموز هنا اسمه الساعة، ايوه صح؟ صح. صح. عارفاه؟ ايوه الساعة، طيب. ايوه احنا في حد هناك ساكن يعني من اهلي. ايوه يبقى في مكان اهو. طيب. ايوه صح. مثلا ايه تاني مثلا؟ ما وقت 60 دقيقة يعني وقت مثلا. خلاص. يبقى الكلمة تحمل تمام. أكتر من معنى. مع. طيب لسه. فهنا بيقول لك هناك عدة ألفاظ. في نقطة تانية بقى أهو، عدة إيه؟ ألفاظ بمعنى واحد. مم. يعني الليث هو الأسد، هو الغضنفر، هو القسورة، هو الضرغام، هو السبع، هو أسامة. كل ده حاجة واحدة اللي هو الأسد. صح. تمام. يبقى الأسد إيه هي أساميه؟ أسد، ليث، الليث هو. غضنفر، قسورة، ضرغام، سبع، أسامة. يعني حتى كلمة قسورة ديت جت في القرآن الكريم، صح؟ وفرت في آية بتقول وفرت من قسورة. تقريبا. اه وفرت من قسورة. تمام. هناك ألفاظ بقى يعني فين بيقول لك إيه؟ ليس لها مدلول للواقع. في ألفاظ أصلا مش في الواقع أصلا. يعني اه. يجي الأهالي كده يعني أهالينا الغلابة الطيبين
يقعدوا يحكوا ايوه. لعيالهم حواديت خرافيه، ويجيبوا للعيال امراض نفسيه. يقولوا له مثلا ابو شوال هيجي ياخدك لو ما نمتش، ابو زبعبع، ابو رجل مسلوخه، امنا الغوله. ها؟ طب بالله عليك الكلام ايوه ده صح. ينفع العيل يجي له مرض نفسي؟ يعني لما تقول لابنك ابو زبعبع هيجي ياخدك دلوقتي، ولا ابو شوال، ولا ابو رجل مسلوخه، ما انت كده يعني بتتعبه نفسيا، يعني هينام ازاي هو يعني كده أصلاً؟ صح. لا. اه والله لما تحب تحكي لابنك حدوته عشان ينام، نقول له مثلا ايه، قصص الانبياء، بس بصوره كرتونيه كده، بصوره لذيذه، حاجات خفيفه يعني، يبقى حاجه واقعيه. تمام. صح. مم. ماشي. تاني نقطه اسمها ايه؟ نقص المعلومات. نقص المعلومات. حلو قوي. دلوقتي لو انت في اولى ثانوي، وانا جبت لك امتحان بتاع اولى ثانوي عادي خالص، يعني اذا الامتحان اصلا في مستواك الايه، العقلي. تمام. اه تمام. بس انت مش مذاكره، يبقى هل ده الامتحان صعب، ولا مم. ولا انت عندك نقص معلومات؟ لا انا عندي نقص معلومات. طب امتى اقول لك الامتحان صعب؟ لما اجيب لك الامتحان اكبر من قدرتك العقليه. يعني مثلا لو انا جبت او لك من منهج امتحان تاني. مثلا ايه، او من منهج تاني مثلا. او من منهج تاني، او مثلا امتحان ثالثه ثانوي جبته لك في اولى ثانوي، صح. صح كده؟ يبقى اذا لا، هنا تمام. بقى هتقول لي لا يا مستر ده مش ناقص معلومات، انت جبت لي امتحان بتاع ثالثه ثانوي، معلش انا معلوماتي مش ناقص. هو الامتحان اللي هو ايه، هو اللي اكبر من اكبر من قدراتي العقليه، او اكبر مني يعني مستواه. مش انا في اولى ثانوي وده امتحان بتاع ثالثه ثانوي. صح. اه عشان نفرق بين الاثنين، عشان التانية جايه كمان شويه، لا صعوبه المشكله دي جايه كمان شويه. ماشي. يبقى نقص المعلومات اهو. تمام. اما يبقى تمام. أنا عندي المعلومات ناقصه في حاجه معينه، لو انا مثلا مدرب كوره وجيت ادرب فريق، والفريق دوت انا ما اعرفش عنه معلومات، عن اللعيبه يعني ما اعرفش عنهم معلومات، وحطيت خطه وخلاص، هيبقى فيها اخطاء صح؟ ولا اه طبعا، ولا نعرف مستويات مثلا، ده من الشخص ده للشخص ده. الله يفتح عليك. يبقى لابد من ان انا اكون معلومات عشان اعرف احط خطه صح. القاضي لو انا جبت له القضيه ناقصه ما فيهاش معلومات، والقاضي حكم، ما يبقى نقص معلومات، مش هينفع. اه اكيد طبعا. ماشي. بصي قرينا المثال اللي تحت ده كده. الطبيب الذي ينقصه معلومات عن المرض وأعراضه يخطأ في تشخيصه. أكيد طبعا. اه يبقى طبيب ما عندوش معلومات عن المرض واعراضه، يبقى كده يخطأ في تشخيص المرض. تمام. صح. طيب النقطه اللي بعدها اسمها ايه؟ السلطة والهيمنة. السلطه والهيمنه. دي معناها السيطره، واحد مسيطر على حد فبيمشي كلامه عافيه، يعني بيستغل مم. سلطته، تمام. فعايز يأمر اللي تحتيه ده، عايز يأمره بحاجة غلط. يقول له مثلا مديري في الشغل مثلا لو قال لي خد رشوة، ينفع انفذها عشان هو لا. مديري؟ لا طبعا. طب لو قال لي لو ما خدتش رشوة هرفدك، ها؟ تمام ماشي. يرفدني، صح؟ أكيد طبعا. يبقى لأن النبي قال لنا ايه عليه الصلاة والسلام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اوعى تطيع اي بني ادم لو امرك بمعصية. تمام كده. صحيح. يبقى دي تمام. السلطة والهيمنة، ان انا انفذ كلام حد اعلى مني حتى لو في الغلط، زي الصورة اللي قدامك دي. بص ما عامل ازاي، تمام يا فندم، وخلاص هو ماشي ورا الايه، ورا القائد بتاعه حتى في الغلط، وده ما ينفعش. أكيد طبعا. طيب اخر نقطة عندنا اسمها ايه؟ صعوبة المشكلة. صعوبة المشكلة. دي بقى مش نقص معلومات، لا دي حاجة اكبر مني. يعني لو انا طالب في كلية الطب، وجيت قلت لي تعالى اعمل عملية جراحية لواحد مريض، ينفع؟ اه. هل ده نقص معلومات عندي، ولا صعوبة لا، مشكلة؟ دي صعوبة مشكلة، أنا لسه طالب وما أعرفش المعلومات الكافية. بالظبط، يبقى دي حاجة اكبر مني. اه. يعني مثلا لو جبت لعيب كوره حريف قوي بس عنده مثلا 15 سنه، بس حريف قوي، قلت له تعالى العب مع المنتخب الكبير، ما لا هو طبعا. هو حريف بس حريف في سنه، يعني هو حريف بس في اه. سنه،
لما يجي يلعب مع صح. ناس كبار وبتاع لا، هيغلط ياما قوي، لان أكيد حاجه طبعا. اكبر من قدراته. صح صحيح. كده؟ اه أكيد. دي اخر اسئله عندنا، يلا بينا. تمام. نقص معلومات. اللي بعديه. تمام. يعني بعد مرور أحد زملائي صدفة لتعذر إيه؟ آه... لا تعذر انقاذ هؤلاء الشباب، يعني مش هيعرف ينقذهم اه، يعني. دي صعوبة مشكلة. الله يفتح عليك، اجابه صحيحه، عاش.